الجهويه بان تنقولوا بانه غادا تعرفوا ان شاء الله الرشيديه هي غتكون ان شاء الله عاصمه الجهه، فهذا الخبر مازال بارد كاع من غير زعبل الجهه راه ما كاينش اللي راه بدلهم من هذه المساله هذه. ولكن انا تنقول واش الا ما كانتش الجهويه في الرشيديه واش هي نهايه العالم؟ رانا بعدا نشوفوا بعدا واش المنتوج المحلي بعدا غادي مزيان ولا لا؟ واش كاين شي مشاريع تنمويه اللي راه الاقليم عارفها شحال هذه من سنه، والان كنجيو تنتكلموا على كيفاش بغينا نستقبلوا هذا المولود الجديد. حنا خليونا من النقاش نشوفوا واش التنميه المحليه غاديه وعلاش واقفه، لان الرسالة راه شبيه بارفود شبيه بجميع المدن الاخرى الزرق كذا كذا الى غير ذلك. انا اللي كنشوف الان خصنا نكبوا على باش نكونوا الا بغينا نقولوا واخا ما خصناش تكون خصنا نكونوا عنصريين على الجهه باش تكون العاصمه الرشيديه عاصمه للجهه ديال درعا تركيا. حنا ما شغلناش في الترسانه القانونيه اللي راه تتعدى الحكومه الان ولا وزاره الداخليه باش تقدر تقطع كما قال السي محمد المكري ما نديوهاش تقطع دابا التصوير. حنا خصنا نكبوا بعدا واش هاد الناس بعدا محمسين باش تكون الرشيديه بعدا عاصمه ديال الجهه ولا لا؟ الناس راهم سبقونا داروا تجمعات داروا فواجات في زاكوره، راه كانت بعض المطالب الاخرى كتضرب في هذا التقطيع هذا، كتقول لك التقطيع العرضي للمملكه يكون حتى هذا الاقليم ديالنا يستافد من الجهه ديال البحر ديال المحيط الاطلسي. اذا كاين الناس اللي راهم سبقونا في الكلام، ولكن كنشوف انا واش نبقاو حتى يقولوا لنا راه ما عندكمش الجهه عاد نضلوا؟ راه خصنا من الان فصاعدا. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه الله يجزيكم بخير وهي انا ادعو دابا هذا شرف كبير تيحضروا معنا الساده النواب البرلمانيين، انا ادعوهم بكل صدق وتبارك الله راه اقليم الرشيديه راه فيه ما عرفتوش 10 برلمانيين ولا هذا يديروا يد في يد وبركه من الصراع وبركه من هذا الاخوه الخوي اللي كنعرفوا في الاقليم ديالنا يديروا يد في إذا عندنا أحزاب الحمد لله جهة وطنية وعندهم وزراء في مختلف التخصصات، راه خصنا الطريق راه خصنا بزاف ديال الأمور. أنا كنشوف بركة من هذا سميتو حنا كنا عندنا هموم وحدة، عندنا مصير مشترك، عندنا هذه البلاد هذه راه كتبني على الفقر، راه والله إلا ولينا كنحشموا نقولوا كاع ولاد الرزاني مثلا، هادشي اللي راه واقع. إذا الله يجزيكم بخير بركة من الفرقة، هاد النواب البرلمانيين والمستشارين يديروا يد في يد وحده ويمشيو يطرقوا باب الوزارات ويجيبوا لنا مشاريع حقيقيه. ما نبقاوش